السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. لا صلى على النبي، ولو مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو متنساش تدعمني بلايك. طبعا النهاردة انا عملت معاكم روتين عميق للشقة بعد غياب 3 اسابيع عن بيتي. كنت سايبة البيت وكنت بره بقالي 3 اسابيع. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا مقلوبة جدا اهوت. بص انا طلعت كمية تراب من البيت. ده حاجة التنظيف، حاجة المسيح. بقى هنا اوضه الاطفال، هدوم مكركبه في كل حته. اشتلتها، ما هدوم مغسوله يعني، اشتلتها في السبت على ما ابقى اطبقها. وهنا طبعا معاكم بنضف السراير اوضه الاطفال. طبعا ما غيرتش سراير اوضه الاطفال وطقم السراير عشان بغيرها كل فتره، لان اوضه الاطفال ما فيش فيها هرس كتير مثلا ومحدش بينام على السراير كتير وكده. فاكيد يعني فلسه ما فيش عندي اطفال ان انا اغيرها على طول يعني، بسيبها فتره وبعدين اغيرها ان شاء الله لما ربنا يرزقني. اكيد هبقى اغيرها على طول يعني، زي ما بغير اوضه النوم كده. طبعا انا هنا كنست وبلمع اهوت الخشب. بلمع الخشب كده وبلمع الدولاب اهو. لمعت السرير وبلمع الدولاب. كل ده طبعا يا حبايب قلبي بياخد وقت، بس انا طبعا مسرعه لكم في الفيديو عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. وهنا طبعا كنت بمسح التسريحه بتاع اوضه الاطفال وهمسح المرايه طبعا. همسحها الوقت اهوت بالبخاخة والورق. طبعا هو المفروض بجرنان بس انا ما عنديش جرنان بقى. فالورق ده ماما كانت جايبهولي عشان اعمل بيه بدل الجرنان. فطبعا مش هسيب بيتي مثلا مش نظيف او المراية عشان ما عنديش جرنان. الجيش قالك اتصرف. فانا عندي الورق بعمل بيه، وبصراحة برضو كويس وحلو بيمسح حلو. طبعا دي الحاجات بتاع الجهازي زي ما انا قايله لكم، عشان ما فيش عندي مكان. اوضه الاطفال بتبقى مكركبه دايما عشان محطوط فيها الحاجه. وده الديب فريزر. طبعا هنا بقى برص المفارش برجعها زي ما كانت. بعمل الحاجه وارجعها زي ما كانت. هنا بقى كنت بمسح، بدي اخر فينيش كده للاوضه. دي الترابيزه طبعا بشدها عشان امسح تحتيها. وكده خلاص يكون اوضه الاطفال معاكم خلصت يا حبايب قلبي. طبعا بنصح كل واحده ما تسيبش بيتها وتغيب عنه كتير، لانه التراب بيبهدل الدنيا. هنا طبعا انا كنت في اوضه النوم اهوت بشتغل. طبعا بغير فرشه السرير. هنا بقى بشتلها وطلعت طقم السرير اهوت. دي الكسوه بتاع المرتبه. انا جايبه كسوه كده للمراتب كلها عشان تحفظها يعني، حافظه مرتبه. طبعا بعدلها اهوت لانها طبعا مع التقليب وكده بتتحرك. دي بقى ملايه السرير. طلعت ملايه السرير اهوت وبفرشها. والله العظيم انا تعبت. انا واقفه على رجلي اكتر يجي من 3-4 ساعات، لان البيت كان مقلوب مقلوب بطريقه فظيعه يعني. دي غلطتي ان انا سبت بيتي وغبت عنه 3 اسابيع. والله دي غلطتي. الواحده المفروض ما تسيبش بيتها وتفضل فيه، لان دايما عايز ايديكي تبقى فيه على طول، لانه التراب بيبهدل الدنيا بقى زي ما انتوا فاهمين وكده. وثابت طبعا كان في البيت لوحده فكان مبهدل لي الشقه. الواحده لما بتسيب جوزها بس في البيت ما ينفعش من غير ست. طبعا الست هي كيان البيت، لان هي بتبقى عارفه كل حاجه وبتعرف تنظم وبتعمل. لكن الراجل غير الست طبعا، هو راجل لوحده فمش هيعرف يعمل زي ما الواحده بتعمل اكيد يعني. دي بقى الكوفرت اهوت، فرشت طقم السرير وفرشت الكوفرت اهوت. ودي كسوة المخدة. بعمل المخدة اهوت. هنا بقى كان سايب هدوم. طبعا جوزي سايب هدوم فاشتلتها بكنس اهوت. هنا حاطه مشايات كده صغيره ما بين السرير، لان طبعا عندي المسافه هنا صغيره. شلتها وكنست تحتها برضو، كنست من فوق كنست من تحت. وهنا طبعا زي ما انا قايله لكم ان انا شايله السجاد عشان الحر، لان شقتي نار جدا. فانا اشتلت السجاد بقى وكده. هنا طبعا بلمع الخشب، بلمعه كده في فوطه. لان الخشب ما ينفعش يجي عليه ميه يا بنات، عشان تبقوا عارفين الخشب نصيحه مني لو جه عليه ميه بيبوظ. لازم تلمعيه كده في فوطه او بحاجه خفيفه. وبيجيله ملمعات برضو منظفات وكده، بس انا عشان ما عنديش بقى فقمت بلمعه كده بالفوطه على ما ابقى اجيب ان شاء الله. هنا طبعا هنا التسريحه بتاعتي بشتري الميك اب وبشتري الحاجه كلها من عليها عشان اعرف امسحها برضو. بمسح الخشب، بلمع الخشب وهرجع المع المرايات. كل ده والله العظيم بياخد وقت جدا يعني. هنا بقى طبعا هاخد المفرش انضفه وبعدين بقى المعه. الست طبعا في البيت غير الراجل زي ما انتوا عارفين. الراجل مهما كان بينظف ومهما كان قاعد لوحده عمره ما هيبقى زي الست ابدا. الست عارفة كيان بيتها ماشي ازاي. هي بصراحة عمود البيت يعني. فدي غلطتي وانا اللي استاهل، لان انا تعبت وطفحت الدم جدا. والله انا مطلعة كمية تراب رهيبة من بيتي.
الشقة مطلعة كمية تراب رهيبة. شوفي الازاز حتى تحت الازاز لقيت تراب، يعني انا لما كنت موجودة كانت ايدي فيها على طول فما كنتش بحس بكده، لكن لما غبت بقى 3 اسابيع دول حسيت بالفرق طبعا. يعني هنا طبعا بلمع الازاز اهوت. ولو عندكم جرنان يا بنات يبقى افضل واحسن، يعني اللي عنده جرنان يستعمل الجرنان افضل بكتير واحسن، بس انا عشان ما عنديش زي ما انتوا قلتلكم فبستعمل الورق ده بس، بصراحة برضو بينضف حلو يعني. هنا بقى فرشت المفرش اهوت، وهرجع ارص الحاجة تاني زي ما كانت. انا اي حاجة بعملها برجع ارصها زي ما كانت. انا مسكت اوضة معاكم، قلت اخلصها من تغيير سراير، من كنيس، من مسيح، من تلميع خشب، من تلميع ازاز، كل حاجة قلت اخلص اوضة عشان الاوضة اللي اخلصها اقفلها مرة واحدة وما اخشهاش تاني. حبيت ان انا كل اوضه تبقى مختصه بذاتها كده، ان انا انضفها تنظيف شامل كده واخرج مره واحده اخش على المكان التاني. طبعا انا خلصت اوضه الاطفال دخلت على اوضه النوم زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا رجعت كل حاجه على التسريحه زي ما كانت اهو. ودي العروسه بتاعتي كانت جايه لي هديه طبعا هو ما عادش حد بيجيبها يا بنات، بس هي عشان كانت جايه لي هديه فانا معتزيه بيها. كانت جايه لي في مولد النبي وكده. طبعا انا كنت كنست، فهنا بقى بمسح اهوت بدي اخر فينش برضو للاوضه زي ما انتوا عارفين. هنا بقى طبعا الانتريه كان عليه هدوم برضو لميتهم ودخلتهم الاوضه. هنا بقى هشتل كل الفرش دي، او بشتل هنا الرمود والحاجه من عليها على ما ابقى انضفها. شوفوا لقيت ازاز ولقيت كوبايات ولقيت الشقه مقلوبه، مقلوب كيانها. هنا طبعا انا بنضف كده الكنبه دي بنضفها اهوت بالمقشه اللي هي بتاعه التنظيف بتاعها دي بتاعتهم دي. هي طبعا بتاع الشبابيك وبتاعه الانتريه وبتاعه الحاجات دي، فانا بعملها بيها لان طبعا بيبقى تحته برضو تراب من القعده من الكلام من ده. والله العظيم لقيت تحته تراب كتير. انا كنت بصوا عندي حاله ذهول كده من التراب اللي انا طلعته من بيتي. طبعا بعمل هنا الكنبه التانية اهوت. الكنبه دي بقى بالذات عليها كميه تراب اكتر من التانية، هتلاقوني حتى طولت فيها لان عليها تراب كتير قوي. وبرجع كل الشيلات زي ما كانت اهوت، وهمسك بقى وبرص التكاوي، وهمسك بقى فوتيه فوتيه اهو. كل فوتيه هعمله. كل ده طبعا بياخد وقت وتعب ومجهود والله، بس انا مسرعه الفيديو على قد ما اقدر عشان وقت الفيديو ما يطولش معاكم. بس انا حبيت اعمل معاكم الروتين العميق قوي ده لان الطلب مني. انا كنت عملت لكم الروتين اليومي اللي هو العادي، يعني زي ما اي واحده بتقوم تنظف بيتها عادي، بتقوم تغير ملاية السرير تكنس تمسح الكلام اللي هو العادي دوت، يعني حاجات خفيفه اللي هو روتين يومي. لكن ده روتين عميق بقى، مسح تلميع خشب وتلميع ازاز وكل ده. فانا قلت اعمل معاكم الروتين العميق ده لان الطلب مني. فانا طبعا ده الباسكت اشتلته طبعا كان مليان زي ما انتوا شايفين. بقول لكم بقالي 3 اسابيع والله مش موجوده في البيت. هنا طبعا بكنس اهوت. طلعت كميه زباله لو مؤاخذه، يعني الزباله دي كتير قوي، زباله رهيبه. هنا طبعا بلمع الازاز بتاع الترابيزه وبرجعها عشان اعرف اكنس مكانها. ما اعرفش انتوا شايفين التراب ولا لا، بس بتهيألي انتوا ما انتوش شايفينه يعني. بس انا طلعت كميه تراب شوفوا اهو، شوفوا التراب والورق والحاجات اهو. هتشوفوا بقى وانا بكبه في الباسكت اهو كميه تراب رهيبه. هنا بقى طبعا بلمع الترابيزه، بلمع الرجلين بتاعتها وكده بالفوطه برضو زي ما انتوا عارفين، لان ما قلتلكم ما ينفعش تحط ميه، الميه بتبوظ الخشب، بتاكله بتبوظه بتبهته بتخليه شقق حتى اسأله يعني. ده بقى الكومودينو اصلا بتاع اوضه الاطفال يا جماعه، بس احنا طلعناه في الصاله لان ثابت بيحتاجه، بيحط عليه الراوتر، بنحط عليه الشاحن هو بيشحن فهو احتاجه فطلعه. فقلت له عادي طلعه يعني. طلعه حطه في الصاله كده على ما ان شاء الله نجيب طقطوقه. هنجيب طقطوقه وكده هنشتريها. في طقطقتين كده حلوين عاجبنا ان شاء الله هنشتريهم وهنجيبهم وهندخل الكومودينو تاني مكانه في اوضه الاطفال، عشان في ناس هيقولوا ازاي الكومودينو محطوط هنا في الانتريه. فانا عرفتكم ان احنا طلعناه عشان حاطين عليه الراوتر وكده، لان الراوتر طبعا عايز فيشه. فهنا طبعا عايز كهربا، فهنا المكان اللي اتحط فيه الفيشه وكده.
هنا طبعا انا كنت كنست ولميت الزبالة اهوت. هنا بقى بعمل اخر فينش، بمسح معاكم اهو كده القنطريه. يعني ايه خلاص، يعني انا بعيد عليه كتير يا بنات علشان ده المكان اللي جوزي بيقعد فيه كتير. فطبعا البلاط ده كان عبارة عن وسخ بقى عليه كتير وملزق وقرف بقى، والله كنت قرفانه منه قوي. شوفوا هتلاقيني كل شويه بعيده عليه لان قرفانه قوي 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 من المكان. يعني كنت قرفانه قوي من الشقه بجد، وما كنتش طايقه ان انا اقعد فيها كده ولا عارفه انام فيها كده. فقلت لا، لازم انا انضفها عشان انا مش طايقه اي حاجه، مش طايقه الشقه بجد من التراب وكميه القرف اللي فيها. هنا طبعا انا زي ما انا قلت لكم انا جايبه مفرشين، جايبه واحد تركواز والنبيتي ده ماشي برضو مع الفوتيه، ففرشته وحطيت عليه الفازة. هنا طبعا الجزامة بتاعتي بنفضها كده وبعملها. بقول لكم روتين عميق، يعني انا قلبت الشقة قلبت كيانها. طبعا دي كوتشيات بتاعت ثابت وكده، فبنضفها برضو بحطها مكانها. زي ما انا عرفتكم كل حاجة برجع احطها في مكانها تاني عشان ما احتست وعشان ما تعبش كتير. يعني هو كله تعب وكله هدى، بس لما تعملي الحاجة وترجعها مكانها في وقتها مش هتحسي يعني بايه بتعب قوي كده، يعني عشان ما ترجعيش تلوسي وتدوخي وكده. هنا طبعا بكنس الشباك اهوت عشان التراب وكده. ودي طبعا المروحه اللي انا كنت قايله لكم عليها اللي هي البايظه، فانا اشتلتها هنا طبعا بكنس اهوت. طبعا يا بنات الشكاره اللي انا اشتلتها دي هتقولي انت حاطه شكاره ازاي في قلب الصاله دي؟ دي شكاره رز كانت محطوطه هنا لان كان عندي رز تاني في المطبخ، فكنت عيناها هنا لما الرز التاني يخلص، فانا طلعتها هنا عشان ادخلها المطبخ بقى واحطها في بتاع الرز الحافظ كده اللي انا جايباه بحط فيه الرز. هنا طبعا بفتح باب الشقه عشان اكنس طبعا عشان التراب وكده. هنا دخلتها المطبخ اهوت. طبعا المطبخ بتاعي والله مقلوب، كان مقلوب قلبه سودا. البوتاجاز من فوق لتحت كان كله دهون وكله وسخ، ما كانش نضيف. والمطبخ الالمونتين مع انه كل ده انا عاملاه قبل ما امشي يعني. انا طبعا بلم الزباله والتراب والقرف هنا عشان احطهم في الباسكت، بس طبعا انا ما كنتش جايه قوي يعني. هنا بقى زي ما انا قلت لكم دخلت المروحه البايظه دي وسبت دي هنا كده عشان امسحها لان كان عليها كميه تراب برضو رهيبه قوي. خدتها عشان اغسلها، بغسل انا الجزء البره الخارجي ده باخده اغسله، لكن دي بمسحها كده. بصراحة بتبقى نضيفة، يعني بنضفها اول لان زي ما انتوا عارفين التراب على المروحة بيبقى شكله وحش ومش نضيفة وكده، وكمان بتقل الريشة. فانا مسحتها وخدت تاني غسلتها. هنا طبعا هبدأ ان انا المع اهوت الخشب، بلمع النيش اهو، بلمع الفضية. اكيد على تراب، يعني كل مكان في البيت كان على تراب بجد يعني. هنا بقى طبعا بمسح الكاسات دي كده عشان هبدأ اشتغل كل حاجة من على البار، وهمسح البار. هلمع بقى كل حاجة اهو. طبعا انا بسرع عشان وقت الفيديو زي ما انتوا عارفين يعني، عشان بس ما يطولش عليك، لان انا مش حابة اطول عليكم كده. شوفوا ازايز مية في كل مكان، في كل مكان في ازايز وفي بهدلة يعني. حتى الطفاية لقيتها على البار، فيعني كل حاجة فيها بهدلة. هنا طبعا الساعة دي زي ما انتوا عارفين ان انا لسه ما ركبتهاش، زي ما انا قلتلكوا قلت لثابت يركبها ولسه ما ركبها ليش والله، فلسه هركبها بقى ان شاء الله. طبعا بلمع الرجلين، بلمع كل حاجة، بلمع الخشب الاول وبعدين اخش بقى على الازاز. هبدأ بقى ان انا المع في الازاز اهو. هو انا كنت رحت جبت ايه، كنت رحت جبت الورق لان كان الورق خلص، وكنت عيناه في اوضه الاطفال، كنت عيناه في التسريحه بتاع اوضه الاطفال، فروحت جبته بقى لان كان خلص. رحت اجيب ورق تاني. هنا بقى طبعا بلمع البار اهو. هدى بجد بجد. انا والله ما عدتش حاسه حتى برجليا، ما عدتش قادره اقف عليها. فربنا يعين كل واحده على بيتها، ونصيحه مني ما فيش واحده تسيب بيتها وتمشي كده كتير بجد، هترجع تلاقي الدنيا كلها متبهدله.
انا بقيت اعمل واقول يا رب عيني، بجد يا رب عيني، ما كنتش قادره والله العظيم. انا اصلا قايمه اعمل الفيديو وانا مش قادره افتح عينيا ومصدعه ونفسي ان انا انام ومرهقه جدا، فما كنتش قادره يعني. فسبحان الله هو ربنا اللي بيعين. فالواحده لما بتقوم تعمل حاجه بتبقى مكسله وقايمه تعملها، سبحان الله ربنا بيعينها على ان هي تعملها. انا طبعا برجع الريموت مكانه وكل حاجه مكانها اهوت. وبمسح بتاع الفازة دي، طبق الفاكهة قصدي. وهنا البلورات اهو. وبرجع تاني الفناويس بتاعتي. طبعا انا عندي فناويس كتير، فبرجعها مكانها كده. ما عنديش مكان تاني احطه فيها غير البار يعني، وانا حابه ان انا احطهم على البار وكده. والله لو عندي مكان تاني احطهم فيه، لان طبعا انا ما بحبش الكركبه، ما بحبش الكركبه، ولا بحب تبقى حاجات كتير كده مش في مكانها وتبقى حاجات مش لطيفه وكده. طبعا هنا انا بمسح البار من تحت اهوت. بقول لكم كل مكان بمسحه في الشقه، كل حته فيها ازاز بمسح، كل مكان فيه خشب بمسحه. وطبعا الستاير دي انا كنت شايلاها كلها وغسلها قريب يعني، وان شاء الله هشتغلها واغسلها تاني، بس على دخلة الشتاء بقى باذن الله هبقى اعمل لكم برضو روتين. وانا بفرش بقى للشتاء وكده، وانا بغسل الستاير دي كلها هشتغلها واغسلها بقى على دخلة الشتاء ان شاء الله، وعشان افرش بقى الشقة. وهعمل طبعا معاكم فيديو وانا بفرش بقى السجاد وانا بفرش الحاجات دي. وباذن الله باذن الله هعمل معاكم فيديو وانا بغسل السجاد بقى وكده. هوريكم بقى فيديو كامل، هيبقى يوم كامل لغسيل السجاد، لان انا لميته بصراحه ولسه ما غسلتوش. طبعا انا كده في نهايه الصلاه اهوت. طبعا انا حسيت براحه نفسيه رهيبه جدا، وفرحت ان انا خلصت البيت وان البيت نضف. كان نفسي ان انا اصور معاكم المطبخ، بس بصراحه المطبخ عايز فيديو كامل لوحده. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناه.